أهلا بيكم يا أحلى ناس في قناتكم. النهاردة هقص عليكم فيلم جريمة وإثارة اسمه البنت اللي في القبو. القصة بتبدأ مع بطلتنا سارة وأبوها دون وهما بيجروا بماري على المستشفى علشان مش قادرة تاخد نفس. سارة اتوترت أكتر لما ماري بطل نفسها خالص وفضلت تصرخ لأبوها إنه يزود السرعة. أول ما وصلوا المستشفى دون قال لسارة تفضل ساكتة. في المستشفى المسعفين خدوا ماري بسرعة وركبوا لها أكسجين وحاولوا ينقذوها، لكن الشاشة قدامهم جابت خط مستقيم، يعني قلبها وقف عن النبض. القصة ترجع بينا 20 سنة ورا على عشاء عائلي شكله مثالي. سارة وأختها إيمي قاعدين مع أبوهم دون وأمهم إيرين، لكن الجو اتقلب لما أبو سارة أظهر شخصيته المتسلطة ورفض يسيبها تروح حفلة وبين إنه هو المتحكم في البيت. بالليل سارة خرجت من وراهم مع حبيبها كريس. أهلها اكتشفوا أوضتها فاضية وأبوها قال عليها مشكلة. في الحفلة سارة كانت مبسوطة وهي بترقص مع كريس اللي غنى لها أغنية هو مألفها مخصوص ليها. اعترفوا بحبهم وباسوا بعض، ولما بترجع بيشوفها أبوها وهي بتودع صاحبها لأنه بيكون قاعد مستنيها. كل ده بيتخانق أبوها مع سارة، فبتقول له إنها أول ما تعدي 18 سنة هتسيب له البيت للأبد. أبوها بيتعصب جدا وبيقول لها إنه طول ما هي عايشة في بيته لازم تسمع كلامه. بتطلع سارة أوضتها وهي زعلانة وبتقعد مع أختها إيمي وبتحكي لها على كل اللي حصل في الحفلة. بتدخل مامتهم وبتقول لها إنها هتتعاقب لمدة أسبوع بس، فسارة بتقول لهم إنها أول ما تكمل 18 سنة هتسيب البيت وتسافر العالم كله. باباها بيكون بيتصنت عليهم وبيتعصب جامد لما بيسمعها. بعدها بينزل للأبو وبيبدأ يفكر هيعمل إيه، وفجأة بيفتح المكتبة اللي بيكون وراها باب سري بيودي على أوضة سرية. بعد 3 شهور سارة قاعدة في البلكونة، فمامتها تقول لها إنها شاكة في تصرفات أبوها لأنه بقاله فترة طويلة قاعد تحت في الأبو. سارة تقول لها إنها المفروض تراقبه وتشوف بيعمل إيه بنفسها، لكن مامتها ما بتهتمش وتسيبها وتخرج. ما بيكونش في البيت غير سارة وأبوها. بيروح لها ويطلب منها تساعده يشيلوا حاجات وينزلوها للأبو، ولما بينزلوا بيفتح قدامها الباب السري. سارة بتستغرب لأنها أول مرة تشوف المكان ده وبتسأل أبوها عنه، فيقول لها إنه كان مخبأ أيام الحرب وإنه عازل للصوت. فجأة بيخرج أبوها بسرعة ويقفل الباب وراه. المكان بيكون مرعب وما فيهوش ولا شباك. سارة بتصرخ لكن مفيش حد بيسمعها. بتفتح الصندوق اللي كانوا شايلينه وتكتشف إنه مليان هدوم وحاجات تخصها. بتحاول تفتح الباب بالرقم السري لكن ما بتوصلش لحاجة وبتفشل. النور بيقطع ويجي الليل ومامتها تقلق عليها جدا وتتصل بالشرطة. أبوها بيكون قاعد هادي وبيعدي 4 أيام وبينزل لها لأول مرة. سارة بتخبطه وتجري لكنها بتتفاجئ بباب تاني عليه برضه رقم سري. أبوها بيسحبها من شعرها وبيدخلها ويقول لها إنه لو حاولت تكتب الرمز أكتر من 3 مرات الكهرباء هتقطع ومعاها نظام التهوية وهتموت مخنوقة لأن الأوضة ما فيهاش شباك. ودي بتكون أول مرة أبوها بيغتصبها. تاني يوم مامة سارة تبلغ الشرطة عن اختفاء بنتها، لكن دون أبو سارة يعرف يقنع الضابط إنها هربت لأنه عارف إنها كانت بتحلم تدور العالم. الضابط يقول لمامتها إن أكيد خلال أيام سارة هترجع ويمشي. في الأبو سارة تفتكر حبيبها كريس وآخر ليلة قضوها مع بعض لما وعدها إنه هيجيب لها خوذة خاصة بيها وياخدها على الموتوسيكل بتاعه ويلفوا العالم. في نفس الوقت كريس يروح البيت يسأل عليها وبيكون جايب لها الخوذة اللي وعدها بيها، فبيقول له دون والد سارة إن سارة هربت مع واحد صاحبها اسمه ستيف وبيعرف يقنعه بالكذبة ويمشي. بيجي اليوم 21 وبينزل والد سارة وبيجيب لها تورتة علشان يحتفل بعيد ميلادها، وبيجيب لها كمان قميص نوم أحمر وبيقول لها تلبسه وبيقول لها تطلب منه أي حاجة. فبتطلب سارة ساعة علشان تحس بالوقت لأنها ما بتشوفش ليل ولا نهار، وبيوافق دون وبيقول لها إن كل حاجة هيعملها لها هيكون ليها مقابل وبيغتصبها للمرة التانية. وبيجي اليوم 38 سارة بتفتح علبة تونة وبتكتشف إنها ممكن تستخدمها كسلاح، وبتلبس سارة قميص النوم علشان تغري دون. وأول ما بتقرب منه سارة بيضربها دون وبيوقعها على الأرض. وبيعدي سنة على سارة في الأبو وبتكون حامل، وبيجي ميعاد الولادة بتاعتها وبيكون دون باباها جايب لها كتاب ومقص علشان يساعدها تخلف لوحدها. وسارة بتعمل زي ما مكتوب في الكتاب بالظبط وبتخلف أول طفل ليها لوحدها وبتطلع بنت وبتسميها ماري. وبينزل دون والد سارة وبيقول لها إن الأمومة أعظم شيء ممكن يحصل للست وإنها المفروض تشكره. وبيعدي 4 سنين وبتكون أم سارة لسه حزينة على بنتها ومش عارفة تعمل إيه. وبيكون دون مع سارة وبنتهم في الأبو وبيقول لها إنه أخد ترقية في شغله، فبتقول له سارة إن بالمناسبة دي ياريت تخرجنا من هنا. فبيقول لها إنه زهق من زنها وبيسيبها ويمشي.
لسه إيرين قلقانة ومش عارفة سارة راحت فين، ففكرت تجيب محقق خصوصي، لكن دون رفض تماما، وكهدية عشان كانت كويسة جاب لهم دون تلفزيون في الأبو لسارة وماري. بعدها بفترة سارة خلفت للمرة التانية ولد سمته مايكل. وفي ليلة سارة حولت حكاية حياتها المرعبة لقصة قبل النوم مليانة أميرات وفرسان وحكتها لولادها. كريس رجع يزور البيت تاني ويسأل على سارة، وأختها إيمي قالت له الحقيقة. وقتها فهم إن دون كان بيكذب عليه، وقعدوا يتكلموا عن قد إيه كان دايما وحش مع سارة. إيمي كانت خايفة يكون دون قتلها، خصوصا وهي عارفة شخصيته وعصبيته زمان. ولتمضية الوقت سارة كانت بتألف مغامرات خيالية لولادها عشان تنسيهم اللي بيحصل وتبعدهم عن عالم بره. وفي البيت بتكون الأم بتتخانق مع دون جوزها علشان كذب على كريس، وأثناء الخناقة بيسقط من جيب دون مفتاح، فبتاخده إيمي بسرعة وبتنزل تشوف الأبو، لكنها ما بتلاقيش حاجة. وفي نفس الوقت بتكون سارة بتولد، فبينزل دون وبيشوف إيمي وبيزعق لها ويطردها، وبيروح بعدها لسارة وبيسألها هنسمي الولد إيه، فبتقوله توماس. وبتقترح عليه سارة إنه ياخد توماس يعيش معاهم فوق، وبيتهمها دون بالقسوة، فبتقوله سارة إن دي أكتر حاجة هتفرح مامتها بعد اختفائها. وبيقتنع دون وبيحط توماس قدام البيت مع رسالة مكتوبة بخط إيد سارة بتقول لمامتها إنها خلفت الطفل ده لكنها مش قادرة تعتني بيه. وبتكون سارة سايبة رسالة استغاثة تانية تحت الطفل، لكن أمها سارة مش بتلاحظها، واللي بيشوفها هو والد سارة. بعدها بينزل دون وبيطلب من سارة تلبس قميص النوم كنوع من العقاب على اللي عملته، وبيعتدي عليها. مع مرور الأيام بتكبر ماري وبيظهر إن دون معجب بيها وبيحاول يتقرب منها، فبتتعصب سارة وبتقول له يبعد عنها وعن بنتها. وبيمشي دون فعلا، وأول ما يطلع بيقطع عنهم النور والهواء. وبيعدي 17 سنة على اختفاء سارة، وبيكون يوم ممطر جدا، فبتعمل فتحة صغيرة في سقف الأوضة، وبتقدر سارة باستخدام الملعقة إنها تكمل الحفر وتستخدم الكشاف علشان أي حد يشوفها. وفعلا بيشوفها شخص في الشارع، لكنه بيروح يخبط على البيت، وللأسف دون هو اللي بيفتح له. وبينزل دون لسارة وبيضربها وهي حامل وبيخوف ولادها، وبتبتدي تنزف سارة وبتعاني وهي لوحدها لحد ما تنجب الطفل، لكنه بينزل ميت. وبتعدي السنين وبينزل دون لسارة، والولاد بيبدأوا يسألوها إمتى هيخرجوا زي أخوهم، لكن دون بيقول لهم إن سارة هي السبب، وبيسيبهم ويمشي. فبيتعصب ولاد سارة عليها علشان سلبية ومش بتاخد حقها، وبيتهموها إنها السبب. فبتنهار سارة وبتكسر كل حاجة، وبتحكي بعدها لولادها الحقيقة، وبتقول لهم إن دون يبقى والدها زي ما هو والدهم بالظبط. وبتنهار ماري بنتها وبتجيلها نوبة ربو، لكن سارة بتقول لهم إنها بتحبهم وإنهم كل حياتها. وبيعدي 19 سنة، وفي يوم بينزل دون وبيكون بيعامل سارة بأسوأ ما يكون كالعادة، فبيتعصب مايكل ابنها جدا وبيزعق له وبيحاول يضربه. ولما بيطلع دون بيقطع عنهم النور عشان يعاقبهم. وبتعدي الأيام وبيترفض دون من شغله، ولأنه معهوش فلوس يجيب لهم أكل بيحاول يسممهم عن طريق فتحة التهوية. لكن فجأة بيطلع توماس لجده وبيسأله بيعمل إيه، وطبعا دون بيكدب عليه كالعادة وبيقوله إنه بيصلح حاجة في العربية. وبيعدي على سارة 20 سنة في الأبو، وبيجي يوم وبتتعب ماري جدا وسارة مش بتعرف تعمل لها حاجة. وفي نفس الوقت بيكونوا عاملين حفلة لتوماس وماري بتموت. وبيجي الليل وبينزل دون وبيقول لسارة إن عندها نوبة ربو وإنها لازم تروح المستشفى، يا إما كده يا إما هتموت. وبيقول لها دون إنه هيكون أحسن لو ماتت، فبتقول له سارة ينقذها لو بيحب أخوها توماس. وبيقتنع دون بكلامها وبيقول لها إنهم هيسيبوا مايكل هنا وهيقطع عنه الهوا عشان يتأكد إن سارة مش هتهرب. وبتخرج سارة لأول مرة بعد أكتر من 20 سنة، وبياخدوا ماري على المستشفى وكان قلبها وقف، لكن النبض بيرجع لما بينقذوها. وبتيجي دكتورة عشان تعرف تاريخ ماري الطبي، وبتلاحظ إن في حاجة غريبة في سارة، وبعدها بتطلب سارة تروح الحمام، لكن دون بيرفض. فبتوقع سارة الكوباية على الورق عشان تشغل دون. وأول ما دون بيقوم بتجري سارة علشان تدور على مساعدة، وبيشوفها دون وبيجري وراها، لكن بيكون الوقت اتأخر لأن سارة بتوصل للشرطة والدكتورة وبتقول لهم إنها محتاجة مساعدة. وبيقبض الضابط على دون والدها، وبتوصل الشرطة بيت سارة وبيخرجوا مايكل ابنها. وبتنهار والدة سارة على بنتها، وبيتصدم توماس إنه عنده أخ. وبعدها بتعيش سارة مع إيمي أختها ومع مامتها وأولادها. وبيجي لها كريس اللي لسه فاكرها بعد كل السنين دي، وبيكون جايب لها معاه الخوذة اللي كان وعدها بيها، وبياخدها على الموتوسيكل وبيكملوا حياتهم سوا. وبس كده خلص الفيلم. أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا.
لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك وشير. نشوفكم في فيلم جديد قريب، مع السلامة.